تكسر الارض كده وتبتدي يطلع. دي عيانين فوق اطفال كمان. تفاصيل حريق المطرية الذي اندلع داخل مستشفى النور المحمدي، وإليكم تفاصيل الخبر. اندلع منذ قليل حريق هائل داخل مستشفى النور المحمدي في منطقة المطرية، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمكان الواقع. كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى النور المحمدي بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة ب3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وجاري عملية إخماد الحريق. أصيب ما يقرب من 15 شخص بينهم طفل 5 سنوات بحالات اختناق إثر اندلاع حريق بمركز الأشعة مستشفى النور المحمدي بمنطقة المطرية، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع يا رب العالمين. هذا ولم يقل إلى الآن سبب الحريق. كونوا معنا نوافيكم بكل ما هو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.